أهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبده. النهارده هتكلم على هل يؤثر المخترع على قيمة اختراعه. هو موضوع غريب شوية، لكن أنا بالخبرة والتعامل مع المخترعين بدأت أخد بالي من النقطة دي. لأن طبعا أنت عارف السؤال اللي بيدور في الغالب مع المخترعين: أنا اختراعي يساوي كام؟ أنا مش عارف أقيم اختراعي. هي أكتر حاجة عملية أو ممكن نقول مباشرة أقدر أقول لك اعمل دراسة جدوى. طيب انا بقيت الاقي اختراعات متشابهه لكن سعرها مع المخترعين بيختلف. ده حقيقه بجد. الاقي هنا سعر، والاقي هو تم الاتفاق مع حد بسعر معين، الاقي حد تاني اتفق بسعر اعلى كتير، ارقام خرافيه. ف يعني حصلت كتير لحد ما انا امبارح بتكلم مع حد صديق الفجر، وبعد كده سبحان الله جات لي كده، يعني كان قبل الصلاه على طول، فبنتكلم كده فجات لي كده زي مقوله كده قلتها له. قلت له والله المقوله حكيمه حلوه، يعني بعرف اقول كلام كويس. أنا ان شاء الله هقولها لكم في الاخر. لكن ده خلاني اتطرق للنقطه دي، اللي انا اتكلم عن النقطه دي تحديدا. هل انت هتاثر على اختراعك لو احنا اعتبرنا اللي انت وانا وحد تاني احنا كلنا نمتلك نفس الاختراع؟ هنقول مثلا جهاز بيغير السياره العاديه بيخليها مثلا تشتغل بالكهرباء. احنا اخترعنا مثلا الجهاز ده، كويس، وعملنا جهاز بيركب على السياره العاديه يخليها كهرباء، كويس. احنا عملنا الثلاثه نفس الجهاز، صنعناه في نفس المكان، عملنا بروتوتايب في نفس المكان، واعتبر ان احنا سجلنا ثلاث براءات اختراع، فاحنا متساويين بشكل كبير. فهل نتساوى في التقدير مع المستثمر؟ هل ده هيحدد القيمه السوقيه للفكره؟ والله بشكل عملي ممكن حد يقول لك لا ازاي، لا بشكل عملي انا شايف انت مخترع وما شاء الله مبتكر وليك اصدقاء، لكن انا في مكاني شايف مجموعه كبيره من المخترعين، متابعاتي والتواصل اللي بيتم، والمخترع مثلا يلاقي مستثمر ويبدا يتواصل معايا يسالني عن حاجه. فده خلاني ان انا اشوف لا، احنا مش كل المجموعه دي واحده، للاسف في اختلاف. طيب فين المشكله؟ خلينا بقى احنا عايزين نحدد النقطه دي عشان نعالج المشكله. اول حاجه الفكره، اللي انا زي بقول لك احنا كمثال، بقول لك مثال عشان نبني عليه. المثال اللي انا بقول لك عليه موضوع اللي هي هنحول السياره العاديه بالبنزين نركب عليها جهاز يخليها تتحرك بالكهرباء. هتختلف ايه بيننا احنا الثلاثه؟ احنا الثلاث اشخاص اهو، زي بقول لك متساويين في الفكره، متساويين في البراءه، متساويين في كل حاجه. ازاي قيمتنا هتختلف؟ اول حاجه الخبره. لما انا مثلا بلاقي مخترع، لان انا طبعا بعمل براءات اختراع، فانا بشوف حتى المخترع بالنسبه لي. لما حد مخترع اقول له ده تخصصك، يقول لي انا مثلا خريج كذا او انا طالب في كذا. فطول ما الفكره تخصصك فهي اكثر قيمه بالنسبه لك. لما تقول والله انا مثلا شغال في مجال الهندسه وهندسه السيارات، وانا مثلا شغال في شركه كذا فجات لي فكره كذا، طبعا ده بيعلي بشكل كبير. لو احنا اعتبرنا احنا ثلاثه جنب بعض، فده اللي شغال في شركه هو اعلى مننا احنا ثلاثه. تاني حاجه عندنا التاريخ السابق بالنسبه لك. لو انت ليك تاريخ من النجاحات فده بيعليك برضه. يعني لو اعتبرنا اول واحد هو شغال في شركه، تاني واحد ليه تاريخ من النجاحات، ده ممكن يعلى على بتاع الشركه. طب تخيل انت تمتلك الثلاثه، ده حاجه ممتازه ان انت تكون ده تخصصك، ليك سابقه اعمال فيه، كويس. بعد كده انت ليك نجاحات فيه، يعني انت ليك اعمال وليك نجاحات كمان. الفكره اللي مش تخصصك، انا مش بقول لك اللي انت ما تفكرش فيها، مفيش مشكله، لكن لازم تستعين بالخبره. ولما تيجي تتكلم، انا عارف كنت بقى المخترعين يقول لك انا ما عنديش خبره بالمجال وانا ما سالتش حد خبره في المجال، انا الفكره دي جت من دماغي. الكلام ده للاسف فيه مشكله بجد. يعني تاكد المستثمر، انت ممكن تفكر تعمل كده، ممكن تعمل كده الفكره لنفسك، اللي انت كنوع من الابداع، اللي انا بفكر في فكره جديده ما خدتش من حد خبره، كويس، ممكن عادي شغل دماغك وانت ابحث وتعلم وكل حاجه. لكن لما نيجي نخش على المستثمر، شخص هيحط فلوس وهيقيم الفكره بفلوس، فانت لازم تعرف اللي هو دلوقتي خلاص الموضوع احنا دخلنا في شغل ملهوش في اي عواطف او اي حاجه، وده هيساعد الناس. الكلام ده زي بقول لك وقلت كتير مش بيتحسب. احنا بنفكر في الخبره والقيمه
انت عندك فعلا قيمه انت شخصيا. احنا طبعا سيبنا من الاختراع دلوقتي، مش بنتكلم على الاختراع، زي ما قلت لك احنا بنتساوى، نرجع للمثال، احنا بنتساوى في الامكانيات. عندنا النقطه اللي بعد كده الشهره والثقه للمخترع. شخص عنده ثقه بنفسه، عنده شهره، معروف هو اوريدي ليه، زي بقول اعمال وصلت للشهره. في ناس يعني عنده خبره بس ما وصلش للشهره. اللي وصل للشهره لو احنا اعتبرنا من الثلاثه، واحد وصل للشهره وعنده ثقه اكتر، والله ممكن يعدي الاثنين دول كمان. يعني ممكن يعدي الراجل اللي عنده خبره، وممكن يعدي الراجل حتى اللي هو ده تخصصه وده مجال عمله او مجال دراسته كويس. زي بقول لك الثلاث نقط دول لما يجتمعوا هيخليك فوق، وهيخلي اختراعك ده ليه قيمه عاليه بجد. زي ما بقول اللي هو ممكن نتساوى في ده، نتساوى في الفكره. اهو الاختراع، هو الاختراع قيم واختراع مهم وكل حاجه، لكن النقط دي اللي هي عليا انا كمخترع بترفع من قيمه اختراعي وتخلي له سعر عالي. في البدايه مثلا اختراع مثلا بيقيم بكام؟ $1000، بمليون دولار، ب2 مليون، ب3 مليون عليا انا. يعني شوف انت بتاثر ازاي على الاختراع. انت ممكن تخلي الاختراع تحت، ممكن تخلي الاختراع فوق. علشان كده انا بتكلم كتير عن المشاركات. لازم يكون لك مشاركات، لازم تشترك في مسابقات. في ناس تشترك في مسابقه ويقول لك انا استفدت ايه، انا ما خدتش جايزه. هو الموضوع مش كده، هو اللي احنا بنتكلم فيه ده. واسال ومعلش اعمل سيرش، لان انا برضو عملت سيرش عن الموضوع، لقيت لا برضو الموضوع ده مهم فعلا. النقط دي حقيقيه، انا مش تخيل من دماغي، لا انا شايف قدام عيني مخترعين بيتشابهوا في الافكار، لكن في ناس ما شاء الله يعني شايف في اختلاف حتى في السعر اللي هو بيطلبه. وانا استغرب والاقيه ما شاء الله المستثمر بيوافق. فهي علشان ترفع من قيمتك لازم تعتمد النقط دي. بعد كده قدرات المخترع نفسه على التسويق. يعني انت لو زي بقول احنا ثلاثه، نرجع نفس النقطه، احنا ثلاثه نتساوى في نقط معينه، لكن المميزات اللي انا بتكلم فيها دي تخليك فوق اعلى، تخلي عرضك للاختراع اكثر حجه اللي الاختراع ده قيم ويساوي. لو انت ما عندكش حجه تشرحها للناس، طبعا انا اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن موضوع التسويق، يعني وانت تسويقك لنفسك او تقديمك لنفسك للفكره، فتسويقك للفكره وقدرتك على تسويق الفكره وثقتك طبعا فيها ده بيدي لها قيمه اعلى. نقطه اخيره، الحاجه نفسها الاختراع. طبعا الاختراع انت بتراجع. انا ماشي بالمبدا ده من الاول. لما باجي ابتدي في الاختراع اشوف الاول السوق، اول حاجه ببتديها السوق. هل لو ليه سوق فعلا؟ في ناس مهتمه، في ناس عايزه الفكره بتاعتي، ولا هي فكره انا عجباني او فكره انا شايفها تنفع الناس؟ لا، انت اول حاجه تبتدي بحاجه ليها اهميه سوقيه، ليها يعني بتسد فجوه سوقيه. دي اول حاجه، لان انت لسه في بدايتك. بعد كده اعمل اللي انت عايزه واصرف زي ما انت عايز على الافكار اللي هي هتساعد الناس، وساعد فعلا الناس. طيب خليني اجي على اخر نقطه واكلمكم على الكلام اللي دار بيني وبين صديقي. انا هقول بس المقوله اللي تعمل بيني وبينه، لان يعني كنت بعترض معاه على نقطه معينه. فيعني في الاخر قلت له محدش هيقدر تعبك غير لما انت تعمل قيمه لوقتك. دي مشكله عند المخترعين، اللي انت ممكن حد يقول لك تعالى، مستثمر مثلا يقول لك تعالى ساعدني في كذا فتساعده ببلاش. طب تعالى نعمل كذا تساعده ببلاش. انت ان عارف ده مبادره منك كويسه، لكن لما يكون مستثمر، انت متخيل مستثمر، انا اسف انت مش اغنى منه، وانت وقتك مهم. تسيب شغلك عشان تساعد المستثمر، وتساعد مستثمر واثنين وثلاثه، وفي الاخر على وعود اللي احنا ممكن نعمل شغل بعدين. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. لازم تبقى عارف قدرات نفسك، عارف اللي وقتك ده بفلوس. وقتك يعني في ناس بتروح تقعد معاهم على مكتب استشارات، تقعد بس معاه كده تساله سؤالين. الدكاتره، اي دكتور روح اعمل استشاره، روح اساله، قول له انا عندي حاسس احساس بكذا، هيقول لك هياخد منك روشته، ولا هيقول لك لا انت قعدنا انا ما عملتش حاجه، احنا اتكلمنا كلمتين. لا طبعا بياخد منك فلوس. فانت كده برضو بالتالي خبراتك والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي قبل كده، لما تمتلك دول ما ينفعش انت يبقى وقتك بدون قيمه، انت اللي بتعمل قيمه. تاني حاجه قلت له برضو طول ما انت عارف قدر نفسك هيحترموك اكتر، هيقدروك اكتر. فخليك عارف قدراتك، عارف امكانياتك، وابني ده. انا عارف في ناس يقول لي طب انا ما عنديش. اعمل ده، اعمل لنفسك خبره، اعمل لنفسك تاريخ، اعمل لنفسك ثقه. خلي عندك ثقه طبعا تعرفها من الاعمال اللي انت هتعملها والخطوات اللي انت هتبتديها. وبعد كده طبعا الثقه بقى بتيجي بعدها الشهره للمخترع، مع طبعا مشاركه في المسابقات والكلام ده. والشهره مش وحشه برضه، لان في ناس بتبقى يعني متحيزه شويه من موضوع الشهره. لا بالعكس، انت يعني انا برضه كنت رافض زمان اللي انا اظهر او اي حاجه. فواحد والله نصحني قال لي انت بتكون قدوه حسنه لغيرك، ولا انت
يعجبك لما تشوف ناس سيئه طالعه قدوات للناس. طبعا هي الكلمه دي اثرت فيا، قلت له لا طبعا ما بحبش اشوف ناس سيئه اللي احنا بنشوفهم طبعا مالين الساحه وبينصحوا الناس كمان. فقال لي خلاص يبقى انت لازم تكون انت موجود وغيرك موجود. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.